الاهلي واتحاد الكوره دلوقتي ينطبق عليهم كلمه الاستاذه ليلى علوي في حب البنات، وانت بتعملي ايه اما هو بيستهبل؟ بستهبل. اللي بيحصل دلوقتي لا الاهلي عايز ياخد خطوات تصعيديه اكتر من اللي هو عملها، ولا اتحاد الكوره عايز يستفز الاهلي وشايف ان لو وقفت لغايه كده تمام، وخلينا نأجل لبعد ما الموسم يخلص نشوف ايه اللي هيحصل. الاهلي شايف ان هو كده كده ضمن انه مشى اوسكار رويس، ضمن ان التحكيم مش هيقدر يجي عليه، ضمن ان الحكام اللي مستبعدين من على المنافس هيحكموا له، وان العين كلها على التحكيم وهو بيحكم على المنافس نافس ومش هيقدر يحابيه بيله. وفي نفس الوقت مصدر ضغط طول الوقت على اتحاد الكوره، انت لو عملت لي حاجه تاني انا ممكن اخد اجراء انت مش حابه، زي ان انا اقاطع منافساتك وهكمل الدوري برضه عادي، الدوري تبع الرابطه. وشايل كارت ان انا وقت ما اتزنق هقول لك لا معلش، وان بقى لجنه الحكام دي تبقى تبع الرابطه مش تبعك انت. وكسب اكبر مكسب ان اكبر احمد مجاهد انه يعترف ويقول انا ما عادش ليا علاقه باتحاد الكوره، انا مش في اتحاد الكوره اصلا. فلو شافه في المبنى هيعمل له زفه وطبله وزار. فهو تمام قوي كده، نهدي ونوقف عشان ما ناخدش الامور في حته ابعد وتاثر على الفريق. وخلينا بقى نشوف مين فينا هياخد الحركه الجايه الاول وفقا للاحداث اللي هتحصل بعد كده. انما وفق فيما يخص احداث ماتش سموحه واحداث ماتش سيراميكا، نقطه ومن اول السطر الاهلي مش عايز يعمل اي تحرك تاني.